عارف المشكلة فين؟ المشكلة لما يكون عندك لاعب بيحاول ان هو يثبت نفسه على قد ما يقدر، لاعب بيحاول يديك اكتر ما عنده، لاعب بيحاول يسعى ان هو يقدم لك كل حاجة جديدة، لاعب بيحاول ان هو بص يقول لك انا بعمل من اجل التيشيرت ده، لاعب بيقول لك انا هحاول ان انا اكون قد المسؤولية اللي فيها، وانت في نفس الوقت اصلا مش شايف اللاعب ده، يا رميه دكة يا اما عرضه للبيع يا اما بتفكر تبيعه يا اما تفكر تطلعه عارة. ده اللي احنا بنعمله. ناصر منسي حرفيا يعني كل ماتش مش هيقدم لك احلى مستوى ان هو المهاجم التوب، لا، بس بيحاول كل ماتش ان هو يقدم لك اللي يقدر عليه. ناصر منسي بيحاول حرفيا يقول لك انا موجود، انا عايز اكمل في النادي، انا عايز اكون رقم واحد في نادي الزمالك، انا بعمل من اجل الفانله اللي انا لابسها. اللي طالب منكم انتوا يعني تتمسكوا بيا شويه. ده لا، ناصر منسي بيعمل في حته وده بتعمل في حته تانيه. لحد بقى دلوقتي انتوا لسه مصممين ان انتوا تفكروا تبيعوا ناصر منسي؟ ناصر منسي حرفيا لو اتباع تبقى كارثه، لان ناصر منسي احسن من الدباغ واحسن من سيف الجزيري واحسن من المهاجمين اللي انت جبتهم. على الاقل لاعب بيحاول، يعني ناصر منسي رقم واحد، الجزيري رقم اتنين، الباقي بعد كده مسحه باستيكا. ناصر منسي بيحاول كل مره ان هو يقدم لك الاحسن والافضل. فعشان كده يا ريت ان احنا ما نبيعش ناصر منسي. وسط طقم الحلل اللي موجود ناصر منسي افضلهم، وده في الملعب. ناصر منسي كان سبب في الفوز النهارده بالجون اللي جابه، وسبب في فوز في ماتشات كتير، وبيحاول ان هو يحقق ويجيب اعلى ما عنده. فيا ريت ان احنا نتمسك بناصر منسي لانه حرفيا يستاهل ان هو يكون موجود في نادي الزمالك في الفتره الحاليه والفتره القادمه.